هي أصعب لغة برمجة في العالم؟ السؤال ده محير ناس كتير جدا، والإجابة مفيش حاجة اسمها أصعب لغة برمجة. بس اقفل الفيديو على كده. استنى، رايح فين؟ انت صدقت؟ لازم اقولك على كام معلومه كده على السريع. صعوبه لغه البرمجه بتتحدد بناء على حاجتين اتنين بس. اول حاجه مدى قربها من الهاردوير زي السي والاسمبلي. تاني حاجه عدد التفاصيل اللي لازم تعرفها علشان تكتب كود شغال من غير مشاكل. خليني اقولك على امثله. الاسمبلي دي لغه منخفضه المستوى او لو ليفل، يعني بتتعامل مباشره مع الهاردوير او الاله، يعني كل خطوه بتكتبها لازم تكون دقيقه جدا جدا جدا. السي بلس بلس لغه قويه، لكن اداره الذاكره او الميموري مانجمنت فيها معقد شويه. المال بولج، وانا مش عارف انا بنطق اسمها صح ولا غلط، دي لغه صمموها علشان تكون صعبه حرفيا. طب انت تعرف ان اول برنامج اتعمل بيها اتكتب واتكود بعد سنتين من اختراعها؟ طيب هل لازم تتعلم لغه صعبه زي دي؟ الاجابه لا طبعا، لان اللغات دلوقتي بقت عاليه المستوى او هاي ليفل زي البايثون والجافا سكريبت. اللغات الصعبه زي سي بلس بلس بتكون مفيده لما تحتاج تشتغل على مشاريع متقدمه زي انظمه التشغيل او الالعاب او برمجيات بتحتاج منك انك تتحكم في الاجهزه لايك وفولو وتحول لمبرمج.